تقرير. يلا تقريرنا القادم ويا زميلتنا ايات فالح يتحدث عن الاعلاميه سلمى الحاج، حيث اقامت دوره في شبكه الاعلام العراقي، شاركت بالعديد من المعارك المهمه في تحرير الارض العراقيه. كانت هناك اسماء طرزت معارك التحرير العراقيه ونقلت صوت المقاتل العراقي الى العالم وايضا الى الدول العربيه. خلينا نتابع هذا التقرير وزميلتنا ايات فالح وبعدين متواصلين. خطوة ليست بالجديدة، ولكنها تحمل بفواحات عطرها رذاذ لبناني عربي هذه المرة. اختلط ليخلق مجالا إعلاميا واحد. دورة جمعت كل مذيعات شبكة الإعلام العراقي مع مدربة لبنانية الأصل، مهنية الصحافة والسياسة. نسجت من عمل المراسلة والمذيعة ثوبا جميلا لعملها حتى أصبحت محاضرة اليوم فوق منصة الإعلام، بعد أن كانت على طاولة الحوار عبر أثير إذاعي. إنها سلمى الحاج. هذه الدورة حتما لتبادل الخبرات، لأنه نحن عم نتحدث عن مذيعات الزميلات كلهم عندهم كفاءة عالية وعندهم قدرة. أنا فعلا تعلمت كثير أشياء منهم، وهني بالمقابل تعلموا من الخبرة، لا سيما أنه أنا كمذيعة مراسلة كنت موجودة كمذيعة باستوديو ومراسلة على جبهة الموصل. وأشارت هذه الدورة بأنامل أساتذتها المحاضرين على الكثير من الملاحظات المهمة، سواء كانت في مجال المكياج أو الإلقاء أو التحرير، وحتى تحديد نظرات المتابعة لهذه العدسة الصغيرة من الكاميرا. المشاهد صار يبحث عن الجمال، يعني أكو متابعين ممكن أنه ما يتابع المقدم أو المذيعة على اللي دا يقوله، يتابع المذيعة أو المذيع على الستايل، الشكل اللي ممكن أنه يكون أيقوني. التحاور هو من كان سيد اللعبة الإعلامية هذه بين الأساتذة ومذيعين داخل أركان هذه الدورة، حتى تصبح منطلقا جميلا لمعرفة كيف يسير التحاور الإعلامي بين المذيع والمتلقي رغم فاصل هذه الشاشة الرفيع. آيات فالح، قناة العراقية. شكرا ايات فالح على هذا التقرير المميز. حقيقه انضمت لنا الاعلاميه المميزه سلمى الحاج في صباح العراقيه، ضيفه عزيزه وكريمه. احنا جهزنا القهوه، اول ما راح نبدي بقهوه الصباح مثل ما بلبنان صباح النور، يسمون فيروز. كيفك؟ هيدي إلي؟ ايوه هاي قهوه الصباح. شكرا. انتم عندكم فيروز قهوه الصباح؟ ايه اكيد. طبعا بالبدايه نورتنا وحياك الله والحمد لله على السلامه. شكرا. اللي يتساءل اليوم يقول رقه لبنان وفيروز وارز لبنان وجبالها، استهوتك رياح السواتر وازيز الرصاص وكل هذه الامور، وتواجدت في اصعب المعارك اللي هي موجوده في نينوى وتحرير الموصل. شلون خذتي هذه التجربه وليش تركتي جمال بيروت وخذتي هذا الاشياء الصعبه؟ ومن قال لك لا جمال في الموصل؟ هذه المدينة التاريخية، هذه المدينة العريقة اللي فيها تاريخ، وهذه المدينة اللي جامعة وتختصر الكثير من المكونات ومن الحضارات ومن الثقافات. فأنا إذا تركت الجمال ببيروت جيت على جمال تاني من نوع آخر. للأسف كان مخطط لتشويه هذا الجمال، لكن بإيمان العراقيين وإرادة العراقيين، هذا الشعب العظيم، الشعب الولاد والبناء أيضا، هذه الأرض الخصبة للعراق هي اللي خلت يندحر داعش تحت أقدام القوات الأمنية العراقية. بأقدامهم اكيد طهرت الأرض وتم تحريرها وتم دحر داعش. الثمن كان غالي أكيد، في شهداء، في دم، في نساء، في أطفال، في ضحايا، بس الحمد لله أنه انتصرنا. بقول انتصرنا مش انتصرتوا، لأنه المعركة تعنيني والقضية قضيتي. طيب الحديث عن هذا الموضوع، كنت وما زلت حديث الساعة، خاصة في الشارع العراقي وخاصة بعد إعلان تحرير الموصل ورفعك العلم العراقي إلى جانب الزميل عبد الله بدران، والمقولة اللي اشتهرت أنه إذا كانت لبنان يعني مسقط رأسك فالعراق مسقط قلبك. شلون شفتي ردود الفعل خاصة العراقيين وتفاعلهم مع المراسلة الحربية الأولى اللبنانية
اللبنانية اللي ممكن هي يعني مبادرة يعني غريبة، أنه لبنانية وعايفة القناة وجاية إلى الموصل رغم الأحداث ورغم الأهوال اللي صوروها داخل الموصل؟ اول شيء خليني اوجه تحيه للزميل عبد الله بدران، هذا الاخ والصديق. تحياتنا عبد الله بدران هو مراسلنا وهو اللي كان مشرف على التغطيه. نعم. في الحقيقه انه القدوم الى الموصل ليس هيك خيار عشوائي، عن سابق اصرار وتصميم اختياري للموصل. يمكن لو مكان ثاني ما كنت اخترت، فكان هذا الاختيار. تفاجأت بردة الفعل العراقية. كان عندي شيء ببالي انه عن الشعب العراقي، عن هذه العادات والتقاليد بس ما كنت متوقعه هالقد اذا حبوا شخص ممكن يفدوه بروحهم. عن جد تفاجأت بشكل كتير كبير، ولحد هلا فبحس انه صرت لما بدي اقول عن شيء بالعراق صرت اقول عنا. هلا بهالفتره وانا هون بقول عنا نحن بالعراق، او بقناتنا نحن العراقيه عنا، هالمذيعه عنا بيطلعوا في مين عنا، يعني انتم كميادين ولا كقناه عراقيه. فهيدا الانتماء ما بيجي هيك يعني عشوائي. هيدا بيجي من انتماء له جذور تاريخيه وجغرافيه بالفطره ممكن بالعراق. انا بالحليب اخذته، فما بقى فيكم تغيروني خلص. حقيقه لا، هم الكثير من تابعوا. كان عندك اصرار العراقيات، الام العراقيه هاي العظيمه اللي حقيقه صبرت لمراحل كبيره. انت شاركتي بعمليات مهمه في تحرير الارض العراقيه وقواتنا الامنيه. كان هناك شباب في عيونهم حلم الشهاده، شهاده يمكن الدراسه اللي كانت متواجده، تركوا مدارسهم، تركوا جامعاتهم. الشاعر ترك قلمه وذهب الى ارض المعركه. عندنا شعراء شاركوا، عندنا فنانين صح. حسوا بقيمه المعركه الكبيره اللي يخوضوها اليوم. شلون ممكن تنقلين صوره ما شاهدتيه خلال هذه المعارك؟ احمد خليني اقول لك، يمكن انا قلت لك قبل هيدي الارض الولاده. عم نحكي عن العراق، عم نحكي عن العلماء، شعراء، نخبه من المثقفين، من نخبه المجتمع اللي علموا مش بس بالعراق، خارج العراق كان علمهم صدروا لبرا. بس خلينا نحكي عن هاي المرحله اللي كنا فيها. قد يكون العراق لا يحتاج لا الى شعر ولا الى نثر ولا الى اي كلام اخر، يحتاج الى بذل الدماء. وفعلا أزكى الشهادات هي شهادة واحدة، وهي شهادة الدم. تجسدت في الموصل، في تل عفر، في نينوى، في القائم وراء، وإن شاء الله على طريق التحرير والنصر الكامل. أكيد احنا نعرف أنه الحرب الإعلامية هي وسيلة مهمة، وأكيد ممكن هي تغير من أحداث الحرب وحتى المعارك. كان لشبكة الإعلام العراقي دور مهم وبارز في عمليات تحرير الموصل وعمليات تحرير الأنبار وغيرها. كيف ممكن أنت تقيمين العمل أو الجهود اللي بذلتها شبكة الإعلام العراقي في هذا الموضوع؟ كنا بكثير من المحلات نتواجد على الجبهة، أحيانا نحن والزملاء من القناة العراقية ومن الشبكة من مختلف الوسائل الإعلامية. لا شك أنه كان في ما بدي زايد عليهم، يعني مثل ما بنقول باللبناني، خلينا نكون صريحين، التعاطي اللي كان مش انه والله تغطيه صحفيه واحد جاي يغطيها وفالل. خليني شيل انا حالي على جنب. انا حتى كيف ما كان ادائي بالنهايه انا حدا جاي من لبنان يغطي حرب، عندي مشن مهمه وجاي اعملها، فينا نحطها بهيدا الاطار. نعم. بس انه العراقي كمان يروح، هيدا يمكن مش بس واجب، في حب، في اندفاع. يعني صح. واحد مش بس رايح هو لانه اذا كان صحافي وبيروح يستميت للحصول على الخبر، ليكون بهيدي المهمة، ليكون بخط الصد الأول وخط الدفاع الأول. فكيف إذا كان هو هيدي القضية قضيته والأرض أرضه؟ مشان هيك أنا ما رح أسمح لحالي زايد على حدا من الشباب ترفع لهم القبعة بكل القنوات العراقية. التقينا بكتير محل، بس الأهم من هيدا كله أنه كلنا خندق واحد. يعني عدونا كان داعش، يتمثل الآن في هذه المرحلة في داعش، بعدين ما بتعرفي بمين بعد التحرير. هو مش عم بوصل رسائل سياسية، ولكن تم دحره، وإن شاء الله على مشارف التحرير راوة حتى نصر الكامل. إن شاء الله. احنا نقول دائما سلمى الحاج كانت جسر محبة وتواصل من أرز لبنان إلى نخيل العراق. عندكم الأرز هي أيقونة مهمة ورمز مهم، وإحنا عندنا النخيل في كل محافظاتنا العراقية. كانت هناك صورة مشوشة لدى العالم العربي عن معركتنا المصيرية في تحرير الأرض. أنت تواجدتي داخل هذه المعارك المهمة.
ما هي الرسائل اللي ممكن نوصلها إلى العالم العربي أو إلى العالم من خلال هذه المعركة والتضحيات الكبيرة اللي قدموها أبناء البلد؟ أول رسالة خليني أقول أنا كنت قبل ما أجي لهون كنت أسمع أنه هناك بيئات حاضنة لداعش، يعني إذا داعش احتل الموصل يعني هناك بيئة حاضنة من قبل أهالي الموصل. من خلال تجربتي هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. أهالي الموصل هن من الأشخاص اللي عانوا من داعش، طبعا هن من الأشخاص اللي فرض كان في أمر واقع لا يمكن حدا أنه يتخطاه. في ناس قاومت، في ناس من شيوخ وكبار الوجهاء والمشايخ والعشائر تم تصفيتهم من قبل داعش، وهؤلاء معلش خلينا نحكي الأمور بوضوح، هؤلاء من الطائفة السنية الكريمة، وبالتالي أهالي الموصل ليسوا مع داعش ولا أهالي تل عفر ولا أهالي الحويجة ولا أهالي كل هذه المناطق التي كان يتواجد فيها داعش. هيدي جزء من المعركة النفسية اللي كان كتار يشتغلوا عليها، هذا جزء من المخطط اللي كان مطلوب القول بأنه داعش هو البيئة الحاضنة له في المناطق السنية. على العكس كان هناك حشد عشائري، كان هناك حشد شعبي، كان هناك قوى وطنية، تضافر لكل الجهود بالروح وبالوجدان وبالدماء وبالسلاح ضد داعش. هذا أبرز شغلة خلتني يمكن أني اكتشفها أو أنه نسلط الضوء عليها بشكل كبير، ونحاول قدر الإمكان نحط جهدنا فيها أنه ننقلها، لأنه فعلا حقيقة واقعة، وخاصة أنه نحن كفضائية عربية مثل الميادين منا إعلام عراقي. يعني إذا حدا بده يقول والله هيدي محيزة للسلطة لفلان وغير فلان، لا، نحن جايين بمهمة كانت واضحة. بالضبط. طيب خلينا نتحدث عن موضوع آخر. قبل قليل شفناك بالتقرير تتحدثين عن تجربتك الإعلامية ككونك مراسلة حربية ومقدمة برامج سياسية وحتى مذيعة أخبار. من خلال هاي الدورة اللي هي خاصة بدورة تطوير الإعلامية العراقية وتطوير الإعلام العراقي في شبكة الإعلام العراقي، كيف ممكن أنت تقيمين تجربتك في هذه الدورة وكيف هي مستوى الإعلامية العراقية؟ هيدا التطوير هو تبادل خبرات، خلينا نحط هيدا العنوان لأنه البعض اعتبر تدريب، البعض اعتبر يعني صار في كثير حديث بهذا الموضوع. نعم. خلينا نقول هو التطوير، والتطوير بطبيعة الحال بمعنى الإيجابي. تطوير يعني بين قناة الميادين والشبكة من المفترض أنه يكون في للمستقبل والقريب وليس البعيد. هون يسمحنا الدكتور أبو الهيل اللي أنا كثير بتشكره، دكتور مجاهد، على هذه الثقة وعلى كل ما يقوم به بالوسائل الإعلامية، وقريبا رح يكون انطلاقة الIMN إن شاء الله، هذه القناة الجديدة فعلا بالشكل والمضمون. وبالتالي هذا العمل هو تبادل للخبرات. بالمستقبل قد يكون هناك عمل تفاعلي، عمل مشترك، عمل تعاوني ما بين قناة الميادين الفضائية وما بين القنوات العراقية. هذا يعني أول الغيث قطرة. نحن بلشنا بهيدي الخطوة نتبادل الخبرات. نحن نتحدث عن مذيعات، عن زميلات لهم تجربة أكثر مني بالعمل الإخباري كمذيعات بالأخبار. أنا قد أكون التجربة المصرية والفاصلة هي تغطية الموصل، ولكن كان في هناك نقاش، تبادلنا الخبرات، تبادلنا وجهات النظر، تعلمت منهم الكثير وأيضا طيب تقييمك لهذه التجربة؟ لكن لو ما عندي التزامات خاصة عائلية والتزامات مهنية قد أكون من المقيمين في العراق دائما. شرفينا، هو بلدك حقيقة بلدك العراق. يمكن اليوم احنا على مشارف النصر وإعلان النصر الكامل وتحرير الأراضي العراقية بالكامل. في اشرب القهوة؟ اي طبعا. تفضل. شكرا. القهوة أنا سويتها، أعطيني رأيك بها. خلينا نشوف هذه قهوة عربية أو عراقية أو شو؟ تركية. تركية. في طيبة حلوة كمان. هي سويناها حلوة وخلينا لها هيل. مثلك حلوة يا عمري. حقيقة اليوم يمكن مثل ما ذكرنا بأن تحررت الأراضي العراقية. اليوم ايش نحتاج من جهد إعلامي لتوحيد الخطاب؟ اليوم محتاجين أيضا انتصار إعلامي كبير. إن كان على الصعيد العسكري انتصرنا، كيف ننتصر إعلاميا اليوم؟ الانتصار الإعلامي هو شوف، المطلوب بالإعلام ليس الحياد. خليني أقول أنا بحكي بصفة الشخصية، وهذا الكلام ليس مسؤولة عنه قناة الميادين، وأستطيع أن أتحدث باسم قناة الميادين بهذه النقطة، بأنه الحيادية ليست مطلوبة. نحن أصحاب قضية، خاصة مع الوطن. صح، نحن أصحاب قضية. نحن يا جماعة
بلداننا لبنان، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، كل هذه المنطقة تتعرض لمخطط لمؤامرات. أكيد. ليس هناك من صدفة في أحد الأحداث الدولية والإقليمية، إنما هناك مخطط. نحن نحتاج إلى أن يكون هناك خطاب على مستوى الوطن، خطاب عربي موحد. خطاب عربي. هلا العربي بدك تشوف العرب وين اليوم؟ ما بعرف، يعني هيدا علامة استفهام كثير كبيرة. أين العرب هم اليوم؟ صراع مع من؟ مع داعش؟ طب من يدعم داعش ومن دعم داعش؟ هل هناك دول عربية تدعم أو هناك دول غربية أم هن يعني شو الموضوع؟ الصراع العربي الإسرائيلي أين؟ أفرغ من مضمونه. هناك اليوم نتحدث عن علاقات مع إسرائيل تحت الطاولة وفوق الطاولة. الأسئلة تطول بهذا الموضوع. صحيح. وبالتالي الحديث عن خطاب إعلامي ينطلق من الالتزام بالقضية، القضية الوطنية. أنا وطني العراق، لا مساومة على هذا الأمر. أنا ملتزمة مهنيا، إذا كان عندي ضيوف سياسيين أنا مهنية وأكون محامي الشيطان وهذا فخر لي، لكن على العراق ليس هناك من أي مساومة، على لبنان ليس هناك من أي مساومة. فكيف إذا كان الانتماء إلى الوطن تخطى حدود لبنان ووصل إلى بغداد؟ هي المقولة تقول الحياد عن الوطن خيانة. في موقع احتاجينا بأن نقف وقفة حقيقية عندما تعالت الأصوات النشازة اللي حاولت حقيقة يمكن الإساءة إلى عمليات تحرير كبيرة ودماء كثيرة سالت على الأرض اللي تحررت الأرض العراقية اليوم. بالفعل. طيب احنا اكيد نعرف الكثير من المشاهد الانسانيه الموجوده في معركه تحرير الموصل، مشهد انساني كان وما زال موجود في مخيلتك؟ مشهد الانساني هو الاطفال اكثر شيء. يمكن لانه كان هذا التعاطي، يمكن لو ما كان عندي لونا وكريم اللي عم يحضرونا هلا بالمناسبه، تحياتنا، وزوجي اللي بقول لهم بحبكم كثير ربي يحفظكم وانتم كل حياتي. فيمكن لو ما كنت ما كنت شعرت هذا الشعور، ما بعرف، مش قادره فعلا احدد شو. نعم. بس المشهد الانساني هو الاطفال والنساء، النساء اللي كانوا عم يطلعوا بطريقه، هناك بكاء، هناك الم، هناك في صور بعدها موجوده على تليفوني، احيانا بحطها على الفيسبوك، احيانا في اشياء فعلا ما فيك تحكيها لانه شعورك بيكون اكبر من هيك. صحيح. فاكثر شيء مؤثر هو الاطفال. حتى في صوره شفنا المرجوحه، ما بعرف شو بتسموها بالعراق، مرجوحه بيت مدمر وبسينه موجوده ببيت هيدا المدمر فقط. هيدي الصوره بحد ذاتها معبره، هي الصوره بحد ذاتها فيها كثير، في دمار وفي شيء، بس بعد في روح. لو هيدي الروح بسينه وهيدي المرجوحه اللي فقدت طفله، يمكن ما بعرف هذا الطفل وين. فهيدي الاشياء اللي اكثر شيء اثرت فيه، وهيدي اللي من وقت للتاني برجع لها. ويمكن طبعا هي هاي القضيه الاهم اللي احنا قلنا بعد ما تحررت الارض نحتاج اليوم الى معركه فكريه، خاصه الاطفال اللي اقحموا وابعدوا بسبب داعش الارهابي لسنتين طوال، ابعدوا عن العالم الخارجي، انعزلوا اعلاميا، لا تلفاز لا برامج، مرروا بافكارهم يمكن بعقولهم الافكار السلبيه السيئه. والاخطر الذين كانوا مع داعش وتم تحريرهم. مشكله كبيره. طبعا نحتاج الان الى على مستوى، خلينا نقول انتفاضه. انتفاضة بمعنى انتفاضة فكرية. نحتاج على المستوى النفسي تأهيل نفسي، على المستوى الفكري نحتاج إلى المراجعة. الآن نحن صرنا بمرحلة مختلفة تماما، ليس فقط على مستوى العراق إنما على مستوى المنطقة ككل، من سوريا لبيروت للبنان للعراق، لكل هذه المنطقة. نحتاج إلى منهجية فكرية نفسية فعلا، والا صرنا ارض خصبه لخطوط التماس. نحن بنعرف شو ببيروت شو خطوط التماس. كرمال ما يصير هيدا المجتمع مفكك، كرمال ما يصير هيدا المجتمع في هذه الافكار المتطرفه، هذه الافكار المتخلفه، هذه الافكار اللي الهدف منها اعادتنا الى الوراء عصور وعصور. فنحن نحتاج، هذا الامر يتطلب الآن نحتاج إلى دور الشعراء والأدباء والفنانين والمثقفين، وليس الفن اللي هشك بشك نحن بنقول له مش هذا الفن. نحن نحتاج إلى بناء مجتمع. هذا المجتمع هو المتحد الاجتماعي، هو القوة الاجتماعية. إذا ما عندنا هذه النواة الأساسية بالمجتمع لا رح نشوف بالأجيال القادمة لا أطباء ولا مهندسين ولا علماء بالفعل. ولا أساتذة ولا محامين. وهذه مشكلة، يعني هيدي مشكلة. مجتمعاتنا عم تدمر بمختلف الوسائل، حتى الوسائل القنوات التلفزيونية. قلما تجدي إذا بتعملي سيرش هيك على الفضائيات العربية، كم من فضائيات عربية مصدرة فقط للفتاوى، وأي فتاوى المؤامرات، التحريض والقتل بالضبط.
كم من فضائيات على المستوى التثقيفي والفني. اي مستوى فني عندنا مستوى هابط جدا. بالفعل ممكن هذا احنا نشوف تراثنا، هذا اعمال ثقافتنا. ترفيهيه يعني تاثيرها لمده ساعه، ما نشوف اعمال ثقافيه ممكن هي ترمم النفس، ومثل ما ذكرتي تطوير وتاهيل. يعني نركز على موضوع مهم وهو الاعلام المضاد ودوره في قلب الاحداث، وخاصه احداث المعركه، وبالتالي ممكن احنا نشوف احداث مغايره، خاصه اذا كان هذا الاعلام هو اعلام عربي وهو متابع من قبل آلاف من المشاهدين او حتى ملايين من المشاهدين. ككونك اعلاميه، كيف ممكن احنا نحارب هذا الاعلام وبالتالي احنا ننقل صوره مشرقه عن البلد؟ المحاربة بهذا الإعلام تبدأ من الشخص نفسه. خليني أقول قبل المؤسسة وسياسة المؤسسة. نحن بنعرف اليوم الإعلام عفوا الإعلام هو بإطار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هناك سياسة لكل محطة. يعني كرمال نكون واضحين، سياسة قناة الميادين على رأس السطح، نحن مع القضية الفلسطينية وخطنا المقاومة ودحر الإرهاب والتطرف ومعروف الخبرية. صحيح. ولكن إذا بدنا نحكي بموضوع الإعلام وكيف هذا ينطلق من كل شخص. يعني أنا ما في يكون بتربية طائفية ببيتي واجي لما بدي اجي لمحاوله على مفترق طرق بدي اشوف اللي عم بيقتلني سني ولا شيعي، مسيحي ولا درزي، ماروني ولا ما بعرف كردي، شو هويته شو قوميته، ما في وحده. نحن بنلاحظ انه بعد ما صار دحر داعش ليس من الصدفه ما يجري في بيروت من الامور طبعا السياسيه وما جرى في كردستان. نعم. وكل هذه الامور ما بدي فوت بالسياسه لا ورطكم ولا ورط حالي معكم، بس الأمر يتطلب على مستوى الخطاب السياسي وما أدراك ما السياسي، لأنه قلنا القنوات هي عندها خطوط عريضة بالسياسة. هذه الخطوط العريضة يعني في خط أحمر بنحط تحته 20 خط هيك، إنه العراق خط أحمر ما تدقوا فيه، وحدة العراق، مجتمع العراق، أهل العراق، وما كل ما دون ذلك اللي بدك يعمله. طبعا الإعلامية سلمى الحاج نورتينا في صباح العراقية، ونتمنى لك الموفقية في مسيرتك الإعلامية. كنت خير من يمثل لبنان في معارك التحرير أكيد العراقية، وأنت أيضا جزء من هذا البلد، وأنت ابنة العراق أيضا. نورتينا. أنا أكيد ابنة العراق وأنا من أهل البيت. ما بدي ترحيب. نورتينا. شكرا كثير على هذا الاحتضان، على هيدي الطيبة الموجودة عند العراقيين ككل من دون استثناء. شكرا على كل ما تم تقديمه لي من تسهيلات ومساعدات، سواء بتواجد بالموصل أو حتى خلال تواجدي. شكرا لك. فشكرا كثير لكم، ودائما يا رب منصورين. يا رب. شكرا لك. انت مو فقط خير ما يمثل المراه اللبنانيه، شكرا، وايضا خير ما يمثل المراه الاعلاميه والمراه اللبنانيه وغيرها من المسميات. شاكرين حضورك لهذا اليوم في برنامج